محمد صلاح أسطورة ليفربول الحقيقية، أرقام قياسية بالجملة على مدار 6 سنوات. بات النجم المصري العالمي أسطورة كبيرة. محمد صلاح أسطورة ليفربول هو أحد أهم المكاسب التاريخية للريدز طوال مشواره الكروي منذ 6 مواسم، عندما دافع الملك عن ألوان فريق المدينة الصناعية والتجارية في إنجلترا ليسطر تاريخا جديدا من الصعب تحطيمه لسنوات عديدة قادمة. وحقق محمد صلاح أسطورة ليفربول 3 مكاسب تاريخية للريدز، أهمها التتويج بالبطولات وتحطيم أرقام قياسية عديدة وحصوله على جوائز فردية، كما زاد من شعبية النادي الإنجليزي في مصر والوطن العربي. علاوة على ذلك فإن محمد صلاح أصبح على أعتاب تحقيق أعلى عائد مادي لبيع لاعب في تاريخ ليفربول حال إتمام صفقة انتقاله لنادي اتحاد جدة السعودي الذي لم يتوقف حتى هذه اللحظة، وعروض جديدة من اتحاد جدة إلى محمد صلاح بدأت ب100 مليون يورو في لاعب تخطى عمره 31 عاما، ووصلت الآن إلى 200 مليون يورو. وقدم الاتحاد عرضا مغريا للحصول على خدمات محمد صلاح خلال الميركاتو الصيفي الحالي بقيمة 200 مليون يورو، وسيحصل النجم المصري على راتب يعدي 200 مليون يورو سنويا، وهذا الذي سيجعله صاحب الأعلى أجرا في العالم، متخطيا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقيمة 200 مليون يورو مع النصر السعودي. وينتهي عقد محمد صلاح مع ناديه الحالي ليفربول الإنجليزي في صيف 2025. واقتحم محمد صلاح قلوب جماهير ليفربول منذ أن وضع قدميه في ملعب الأنفيلد، ومع تألقه في المباريات وإحرازه الأهداف المتتالية وتحقيق أرقام قياسية زادت مساحة حب الجمهور له حتى أصبح أيقونة تتربع على عرش قلوبهم. ولعبت أخلاقه العالية وتواضعه دورا كبيرا للوصول إلى هذه المكانة. نفس الحال فقد زاد صلاح من شعبية ليفربول في ربع الوطن العربي وإفريقيا وكذلك في مصر. حين تتجه في الشوارع أثناء مبارياته مع ليفربول تجد المقاهي ترفع شعار كامل العدد وارتفاع أصوات التشجيع التي تهز جدران البيوت مع كل هدف يحرزه صلاح. وانتشرت صور صلاح على الجدران والحوائط في كل الشوارع والحواري، بينما تتغنى جماهير ليفربول به دائما في المدرجات بأغنية مو الشهيرة. وأثبت محمد صلاح أنه واحد من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم من وقت انضمامه إلى الريدز من روما مقابل 36.5 مليون جنيه استرليني في عام 2017. حصد محمد صلاح 7 ألقاب مع ليفربول، حيث ساهم الفرعون في تتويج فريقه بألقاب الدوري الإنجليزي 2020، دوري أبطال أوروبا 2019، كأس الاتحاد الإنجليزي 2022، وكأس رابطة المحترفين 2022، والدرع الخيرية 2022، والسوبر الأوروبي 2019، وكأس العالم للأندية 2019. ووصل محمد صلاح رحلته لتألقه مع الريدز بعدما ارتقى إلى المركز الخامس في قائمة هداف ليفربول عبر تاريخه عقب تسجيله هدفا في فوز الريدز على بورثموث بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. ورفع محمد صلاح عدد أهدافه خلال مشواره مع ليفربول إلى 187 هدفا، متفوقا على الأسطورة ستيفن جيرارد 168 خلال 307 مباريات في مختلف المسابقات، بينما يتصدر إيان راش قائمة هداف الريدز تاريخيا برصيد 346 هدفا.